خطيبي كل ما بيشوف امي بيعمل حاجه مش محترمه، وجاب لها في عيد ميلادها هديه مش بتيجي غير بس للمتجوزين. بنوته بعتها وبتقولي انا مخطوبه لشاب اكبر مني ب7 سنين، ومن يوم ما جابتنا وهو بيعمل حاجه غريبه. كل ما بيدخل البيت في اي زياره بيجيها بيعمل مع امي حاجه مش محترمه، بيسلم عليها ويبوسها وهي بتبقى محروجه خالص ومش بتعرف ان هي تكلمه ولا تقول له حاجه. وللعلم ابويا متوفي، وبعد كده اتفاجئت ان هو كل شويه بيكلمها في التليفون بحجه ان هو بيطمن عليها، والكلام طبعا انا بتضايق منه بصراحه. وفجاه كده في عيد ميلادها لقيناه جايب لها هديه وهو جاي، وقال لها ما تفتحيهاش الا لما انا امشي. فانا قلت لها لا افتحيها دلوقتي نشوف جايب لك ايه. وكانت المصيبه السوداء لما اكتشفت الهديه اللي هو جايبها لامي، لما لقيته جايب لها حاجه ما بتجيش غير الواحده المتجوزه وبس ومن جوزها كمان. لقيته جايب لها قميص نوم. طبعا اتخانقنا معاه وطردناه ومشيناه، وكل اللي عرف الحكايه بقى يقول ان هو مش عايزني انا، وان هو واخدني سلم علشان بس يوصل لامي، ودلوقتي بيحتايل عليا عشان يرجع لي تاني. تفتكروا اكمل الخطوبه ولا خلاص كده؟